حبينا واتنشأنا على حبه صلى الله عليه وسلم. عم جابر، انت مواليد الاباري يا عم جابر؟ انا مواليد الاباري 26/6/67. تمام. واخد بالك؟ فين في الاباري يا عم جابر؟ شارع ابن الكحال امام 83 عند بابور اسمه كده بالظبط. عرفت ازاي بقى الاتحاد السكندري؟ عن طريق عمي كان اسمه عبد النعيم، كان مشجع نادي الاتحاد، اصطحبني معاد الاستاد يعني من صغري، كان عندي 10 سنين. ايوه. رحت اول النادي ولا رحت الاستاد اول حاجه ليه؟ لا، اول حاجه رحت الاستاد كان ماتش الاتحاد والتصنيع في موسم 77/78. ايوه. وكان نادي الاتحاد ساعتها بقى كان بيلبس الفانيلات الخضراء اللي هي بالطول دي المقلمه، جميل. الخط ابيض والخط اخضر. بتاعت افريقيا دي. ما كانت لها معنى ولها غريب حاجه كده. وكنا نستنى في الاستاد قبل الماتش بساعه وساعتين. كان بيبقى يوم عيد، كان مريع الله يرحمه يطلع بالفوطه الخضراء كده وجمهور الاتحاد ولاعيبه الاتحاد طلع كده، كانت حاجه تفرح. كان يطلع الجانب وشحته الاسكندراني ربنا يديله الصحه، والكابتن بوب الله يرحمه، وكان محيي عثمان، وكان وحيد، وكان اشرف العبيسي، واشرف يحيى، والمرحوم يسرى بسيوني، والاسلام كان لسه صغير كان مع الفرقه. وكانت كل الفرقه على فكره كانت مليئه ومدججه بالنجوم يعني، لدرجه ان حتى فريق التصنيع ده كان فريق كبير جدا اللي هو مصنع 36 ده، كان كسب الاهلي 1-0 قبل كده. لعبنا ماتش العمر وتألق غير عادي من محسن علي شقيق الكابتن حسن علي، كان حارس مرمى، والجارم نجح يجيب جول الكابتن الجارم بشماله في محسن علي. كان بيلعب على الجانب اسمه سيرد باك اسمه بهاء، واخد بالك؟ اسمه احمد بهاء. وكان ابو بكر عكاشه في التصنيع على ما اتذكر، وكان رمضان السيد، وكان مجدي قاسم، وكان مجدي قاسم واخد لاعب نادي الاتحاد يعني اسمه مجدي قاسم، وكان كان رمضان السيد، وكان اينو لسه صغير كان بيلعب في الفرقه ديت، وابو بكر عكاشه، وكان حازم عبد المولى، حازم خفاجه. كان فرقه مليانه جدا وكانت فرقه عنيده جدا خلي بالك يعني. وكسبنا 1-0 وجمهور. لما كنا بقى بنطلع من الاستاد لغايه محطه مصر الزف واحنا بنشجع حب وكيان نادي الاتحاد ده. طيب انت دلوقتي عندك 10 سنين ورحت مع عمك لنادي الاتحاد الاستاد. رحت النادي بقى في الشاطبي اول مره امتى؟ رحت النادي في الشاطبي اول مباراه رحتها كان ماتش الاتحاد والمنيا، كسبناهم 1-0 بعد ماتش البابلي. كنت كبير بقى شويه، كنت في الاعداديه. بعد ماتش البابلي كان في اجراءات لتصليح في الاستاد بعد ماتش البابلي اللي كسبنا بيه الاهلي 1-0. كنا كسبنا المنيا 1-0 ساعتها في اسكندريه، وكان جاب الجون عيد احمد في جون اسمه علي صابر بتاع المنيا. كان المنيا فيها جمال جمعه وفيها رضا عبد المولى، وكان فيها ممدوح زكي اللي هو سماره، وجديد قناوي، ونادي حسن، وكان يحيى دياب اللي كان مسمينه كوارش المنيا ده في الاستاد. ورحت ماتش برضه الاتحاد والاهلي، بس للاسف احنا اتغلبنا في 2-0 وتفاوز سكوتي يعني. اللي هو الماتش بتاع الدور الثاني بتاع اما قالوا 1-2 وسكوتي جاب 2 جمهور الاهلي ساعتها. ده كان في الشاطبي. كان في الشاطبي. الاول قبل ما تدخل الملعب الشاطبي كنت بتجيب تذاكر من نادي الترام؟ من نادي الترام، من نادي الاولمبي، من نادي الاولمبي. خد بال حضرتك كنا بنجيبها من نادي الاولمبي. بتاع في الشاطبي دلوقتي؟ لا، بتاع في الشاطبي كنا بنجيبها من الناس اللي بره، من اللي عند بتاع الخروف. والمنفذ بتاع الترام جوه الترام فيه شباك برضه زي بتاع الاولمبي. والله احنا كنا بنشتريها ب 20 قرش و25 قرش منين؟ من قدام بتاع الخروف اللي عند ملعب الاتحاد. تمام. بس الجمهور كان بيبقى عزيز رهيب كده. انت حضرت مباريات في كاس 73 و76 ولا ما حضرتش؟ لا ما معلش، حضرت مباراه 77 78. لكن الكاس نفسه كنت صغير في البيت بقى. كنت صغير في سنه 5 ما كنتش في البيت، بس جريت بقى مع الناس اللي بتلف لما كانوا عاملين يعني احنا حضرناه في القهاوي وطلعنا الزفه ديت والدنيا. ايوه طلعت الزفه من البيت. تمام. جينا لغايه الشارع هنا مثلا من الشارع الترمايه الثاني للترمايه ده زفه وطبل وزمر، وكان الناس كلها في اسكندريه بتشجع نادي الاتحاد. خلي بالك بالمكسب ده طبعا فوز الاتحاد بكاس 76 بعد انجاز كاس 73. طب يا عم جابر معانا. عم جابر موظف بالكهرباء ومشجع اتحاداوي قديم مواليد 67 وبرضه مع مباريات 77. يعني كلمنا بقى على نهايه السبعينات وبدايه الثمانينات اهم المباريات اللي حضرها. والله انا حضرت ماتش لا يمكن انساه بتاع الجارم، طبعا الكابتن الجارم.
بس قبل كده برضه حضرت مباريات كده، يعني مثلا حضرت ماتش الاتحاد والاهلي هنا كان في اسكندريه، وللاسف الاتحاد كنا اتغلبنا 2-0، وكان جاب اجوان مختار ومحمد عامر، وكان الاتحاد عمل مباراه جميله جدا، لكن كان تالق ثابت البطل حمد تحلق دخول مباراه الاهلي جوان في النادي الاهلي. وبعد كده حضرت مباراه للزمالك وللمقاولين والجود بالبيس، كانت اخر مباراه لشحت، اخر جول شحت حط في جول بالبيس واعتزل بعد كده. كان الاتحاد كان يمتلك سلسله حراس مرمى طبعا بعد الكابتن عرب اللي انا ما اتفرجتش عليه برضه. كان الكابتن هاني سرور، وكان بعد الكابتن هاني سرور العمراوي، وكان معاهم المرحوم هشام عطيه ونصر ابراهيم. ده انا بكلمك على ابناء النادي. وكان جون اسمه عبد السلام علي، ده كان في مكابس القطن، ده موجود لغايه دلوقتي في حي الرزق. والوافدين علينا بقى جه علينا عبد المولى كشار وسطوحي، وجه عبد المنعم الله يرحمه، نجوم وخالد مصطفى، النجوم اللي جت من بره يعني، وجون اسمه عيد جلال والشمس. حضرت بقى المباراه اللي مش هتخرج من ذاكرتي، مباراه الجاري الاهلي والاتحاد. كسبنا الاهلي 2-0 هنا بتوع الجاري، ما قلنا 1-2 والجاري جاب 2. ثابت البطل ساعتها في قمه تألقه، لولا ثابت البطل في النادي الاهلي كان جمال عبد الحميد في النادي الاهلي اتطرد في الماتش دوت. البابلي كان ساعتها عمل مباراه العمر على فتحي مبروك، وكان اول مباراه صلاح عرفه، وكان ثابت البطل يشيل الكوره كان بوبو يرجعها له تاني الله يرحمه. كان الكابتن محي عثمان، كابتن محمد عمر، كابتن مصر بسيوني، بس كان كل ده كانوا بره، لكن الجانب حطوا جونين في الشبكه اللي هي تطل على قمه الدكه. واخد بال حضرتك؟ فدي كلها تاريخ لا تمحى. فتره 77 دي طبعا الكابتن اسطوره كمال صباغ تكلمنا عنه. لا غبار، علامه بارزه في تاريخ علامه بارزه تضاهي الدتش الكابتن كمال الصباغ، بصمه متوهجه في تاريخ نادي الاتحاد. كان قوي الشخصيه، مدرب فاهم، مدرب عاقل، مدرب عنده وعي، عنده شخصيه، ليه نظريه في الملعب. ده مش بشهادتي انا، ده بشهاده النقاد منهم المستكاوي، قال لك مدرب بذات صيت عالمي، ذات صيت رفيع. طب هل مواقف معاه في الملعب في تدريبة الثلاث تحكي لنا برضه عن كنا بنروح تدريب الاتحاد يومين في الاسبوع، ثلاث وخميس، واخد بال حضرتك؟ كنا بنروح نتفرج على التدريب ده ثلاث وخميس. يعني انا نفسي كنت بروح الثلاث والخميس، نركب من الاتوبيس من الاباري من على الشارع من عند قبل السينما بشويه كده، ينزلنا عند جامعه اسكندريه ونخرم الحته دي، او نركب المنشيه ونمشي لغايه محطه الرمل، ترام المديرين ده بنبقى عليه، ونروح نادي الاتحاد نتفرج بقى على التمرين عن نجوم الاتحاد كلها. التمرين نفسه كان برضه ب 10 ساق تذكره كده ولا حضرته هو؟ لا كان مجانا، ولا مش عارف. انا كنت صغير كنت بخش مجانا. ايوه كنت صغير كنت بخش مجانا. تمام. برضه في مواقف في تدريبات بتحصل كده وشويه حاجات حلوه كده تفتكرنا. كان الجارم، انا ما افتكر مره الجارم جه متاخر في فرنر اللي في الملعب 3 مرات. الجارم في الفتره دي خد هداف الدوري. فرنر في بدايه الثمانينات ده مدرب الماني. ايوه على فكره اعتبره من احسن مدربي اللي مسكوا نادي الاتحاد. فرنر نمره 1 مرتب في ميالي، حقق المركز الثالث للاتحاد والفوز على الاهلي. حتى كانت حصلت مشاده بينه وبين مايكل ايفرتون مدرب نادي الزمالك، اما تعادلنا معاهم في اسكندريه 1-1 هنا في اسكندريه. كان خالد حسن تقدم لنادي الاتحاد، وقعد الجارم ولعب خميس حسن، وهو حد الشو جاب جول مناوشات، حتى اعترض فرنر قال لك الزمالك اتعادل بالصفاره. لكن الجارم مستر فرنر الالماني، على فكره فرنر دوت غير مدرب فرنر اللي كان بيدرب الزمالك. طبعا فرنر ده كان مدرب عظيم جدا جدا، المركز التالي، وتدعيمات الاتحاد ما كانتش قويه في الوقت ده. وكنا اللاعبين الاثنين اللي جبناهم جبنا خطوره وناصر هريدي، كانوا من حرس الحدود، وكنا حاولنا استعاده ايهاب زكريا من نادي دمنهور، ولكن ما امكنش لاعب الاتحاد السابق. برضه اهم المباريات في الفتره ديت كان لا ننسى مباراة المقاولين، والمقاولين بقى كان نازل الدوري الممتاز، وكان مدعم بفريق مجدد، كان مجدي كامل صعد المقاولين العرب 79. المقاولين دوت كان مدجج بالنجوم، كان عبوده ومجدي كامل وسيد الضابط كان باك شمال الله يرحمه، وكان مدحت مصطفى، وكان علاء خليل وعبد الرحمن مسلم دول حراس مرمى، كان جمال سالم، نبيل عمار، كان عندهم لعيب في نص الملعب ما يتعوضش، كان سعيد الشيشيني طبعا، واخد بالك، المرحوم زمزم كان باك شمال،
وكانت فرقه حلوه جدا، واحنا تعادلنا مع كانوا الجانب حط جون في علاء خليل عالمي 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 بوش رجله في البعيده، وكان تقل علاء خليل رغم انه كان قصير في القامه اللي كان حارس مرن يعني. وبعد كده كسبناهم 1-0 بجون عيد احمد، بجون عيد احمد ايوه، بس ده كان في علاء خليل برضه ضربه ركنيه من صلاح عرفه، محمد نور اللي عملها بكعبه، عيد حطها قبل عادل الكردي في علاء خليل، كسبناهم. الماتش ده اتذكر كان المرحوم احمد شاكر واقف حارس مرمى لما محمد فتحي اتصاب في كوره مشتركه مع محمد المصري، كان 84-85 وكسبنا، وكان الاحتياطي بتاع محمد 83 يا عم جابر، ديسمبر 83. ايوه كسبناهم 1-0 كان في 83. ايوه موسم 83-84 تمام، لان كملنا الموسم صح كده؟ كملنا الموسم في 84 يا فندم. قبل كده كان معانا في جون شهير في انطوان بيل، طبعا المقاولين ده كله مربعات. ده سلامة صالح، ده كان لاعب جاي لنا من الزمالك وتعادل علاء نبيل للمقاولين. الاسناوي عمل مباراة العمر وشاط اكتر من 3، حتى محمود بكر قال لك لعيب رجله تقيله قوي 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 الاسناوي، لكن طبعا انطوان بيل كان حارس عملاق، كان مسمينه المارد ساعتها. المارد انطوان بيل. ورغم ذلك كان المقاولين مدجج بقى، كان الله يرحمه جاله كان ناصر محمد علي وعلاء نبيل نجم منتخب مصر وعلاء عبد الحفيظ، وكان عندهم لعيب تاني اسمه اشرف سليمان، كان لعيب هايل، كان باك شمال برضه، كان اشتغل زمزم، كان بينزل الشوط الثاني كان بيسحب الفرقه على طول، كان جمال سالم برضه ونبيل عمار، وكان عادل الكردي برضه كان موجود معاهم. وفي فتره كان حمدي نوح طبعا. حمدي نوح ده الاساس، حمدي نوح ده كان اساس، كان لسه جايبينه من نادي اسكو مقابل استاد نادي المقاولين، يعني بس عملوا نادي المقاولين عملت ملعب لاسكو واديهم 30,000. حمدي نوح ده طبعا كان الهداف، بس محمد عمر لعب عليه مباراه العمر. اول ما اخترع طريقه المان لومان، واول ما اخترع ان محمد عمر يلعب ليبرو، بس صرفنا لما لاعب محمد عمر على حمدي نوح، قال لك حريف على حريف. لو عمر كان بيتألق مع النجوم دايما، وطبعا عمر اصلا لعيب هو بره عمر كمال او قلب دفاع بصراحه يعني. هو عمر لعب في اكتر مع كان في محمد عمر طبعا الباك الشمال لا جدال، ولعب في مكان المساك ممتاز والليبرو ممتاز. طبعا كان لاعب النجوم 1-1 هنبدا من شحته وعرابي وبوبو. طيب عشان اكون امين معاك، انا حضرتش عرابي يعني ما وعيش لعرابي، شفت في حارس المرمى كان هاني سرور بفلينات الشهريه، الفلينه الحمراء والفلينه الصفراء. ايوه كان تملي الكابتن هاني يطلع يتدرب كده عند الجون اللي ورا ملعب الشبكه بتاعته قصاد الملعب النادي الاولمبي. واخد بال حضرتك؟ كان يتدرب بقى ويتنطط ويلعب الكوره على الشمال وعلى اليمين ويمسك، كان هاني سرور. وكان احتياطي هاني سرور المرحوم هشام عطيه، كان لسه ما جناش من دمنهور العمراوي، كان لسه ما جناش، كان في الشرقيه وراح دمنهور لسه ما جناش. واخد بال حضرتك؟ ايوه. وانتشر كتير، حضرت ماتش المحله مره كسبناه 1-0 مع المحله، كانت فرقه كبيره، كانت فيها المشائي، وكان فيها كان طلعت كان الجانب جاب الجول دبل كيك في البرعوتي. كان عبد الستار علي الحارس في الدور الاولاني، والبرعوتي لعب البرعوتي رغم قصه خبرته من الحارس مطاط برضه، كان الجانب حط جون عالمي فيه دبل كيك. شحت انت قلت شفت الجون الاخير ليه في التصنيف في نفس مباراه جولد البيس في 78. حط قنبله لا تصد ولا ترد، كانوا كسبانين 1-0 بجون محمد نور، وبعدين هم اتعادلوا بجون اسمه لعيب اسمه محسن الامريكاني عندهم، كان لعيب في جولد البيس. شفت جاب الجون الثاني عالمي حط الجون عالمي في جولد البيس، وبعد كده شحت اعلن اعتزاله، كان كيف شحت يلعب بالكعب. طبعا شحت حطه كده في مكانه لوحده خالص. شحت لو في اعلام وفي ضوء وفي فيسبوك زي دلوقتي وفي اعلام وفي اتسلط عليه الضوء، شحت الاسكندراني بشهاده النجوم كلها بتاعت نادي الاتحاد بتوع نادي الزمالك بتوع نادي شحت الاسكندراني، حاجه علامه بارزه في تاريخ الكره المصريه، لكن للاسف لم ياخذ حقه اعلاميا يعني. برضه بوبو طبعا بوبو لا جدال صخره نادي الدفاع وصخره دفاع نادي الاتحاد، العلامه البصمه المتوهجه في تاريخ الدفاع عن الاتحاد الاسكندري ومنتخب مصر الفدائي. خلي بالك طبعا بوبو يعني طبعا مره كنا بنلعب الاولمبي هنا في اسكندريه، وكان الماتش ده 0-0، وللاسف لعيبه الاولمبي كانت تعمد اسماعيل ريان الوافد من الطيران للنادي الاولمبي، تعمد اصابه بوبو اتصاب في كتفه، والدكتور عايز يطلعه بوبو ما رضاش ابدا، ربط كتفه وربط قرطه ونزل كمل المباراه. واخد بال حضرتك؟ وما اعرفش ليه سر يعني، انا افتقدته كده
كان في حساسيه بين لعيبه الاتحاد الاولمبي من ناحيه لعيبه الاولمبي بسبب جمهور نادي الاتحاد. هم كانوا بيحسدوا نادي الاتحاد على جمهوره، والكلمه دي قالها صراحه محمود بكر، كابتن محمود بكر الله يرحمه، قال لك الجماهير يحسد عليها. البوري برضه الله يرحمه قال نفس الكلام، قال لك اديني جمهور الاتحاد وشوف الاولمبي ده فين، لكن انا ما عنديش جمهور لكن الاتحاد، جمهور الاتحاد محب لفرقته. وكمان بنحب الاولمبي لان هو يعتبر الديربي الرسمي، احنا ما اعترفناش باي هو فريق صعب الديربي معروف بعد الديربي الاولمبي بالاتحاد، ولذلك كان الديربي تملي يتفوق في نادي الاتحاد بالنسبه لجماهيره. حتى التشجيع كان بيبتدي، حتى بتوع الاولمبي بيقول لك احنا بنحس ان احنا اغراب باسكندريه في موضوع مباراه الاتحاد. ليه بقى؟ لان الجمهور كله بيبقى اخضر، ملفوف كله اخضر في الملعب. ولما عملوها ب 75 جنيه قصه طبعا تحكيها لنا. 78 لما عملوا التذكره ب 75. يا بص بقى هقول لحضرتك في تصحيح معلومه بسيطه جدا يعني. هو حضرتك احنا الاولمبي لعبناه في 78 والماتش ده كان حزين ويحمل ذكرى سيئه في قلبي وفي ذاكرتي لغايه دلوقتي. اتغلبنا 4-1 للاسف. كان الماتش ده كان يوم خميس، وكان للامانه يعني الاتحاد ما كانش موفق، كان في اسوء حالاته. الاولمبي كان بقى فاروق السيد ونبيل الدقاق والكاس الكبير وكيبر والهامي وحليمه وحسن صابر وسكر وبطل الله يرحمه، وكان الماتش ده كسبونا بقى. الوحيد اللي اتعاطف مع نادي الاتحاد هو فاروق السيد، كان فالماتش ده مسبب لنا ذكرى أليمة يعني. وللاسف الكابتن محمد الكاس بقى ربنا يديله الصحه جه ناحيه جمهور الاتحاد وعمل لنا كده فزعلنا منه قوي. بس دي كانت عامله حاجه. هو ده الموسم اللي عليه علامه استفهام، يقول لك ان اللعيبه كان فيه يعني زي مؤامره كده على بعض الناس قالوا ان هو كان المقصود بيه الدكتور محمود القاضي عليه رحمه الله. عليه رحمه الله. كان المقصود بيقول لك ان الاتحاد يتهزم كده بقى ان الاولمبي يعني كان بيغلي التذكره على جمهور الاتحاد في المباراه بتاعته بالذات، في المباراه بتاعته بالذات حتى كنا احنا بنقول بالشط بالبابور الميه يلا اولمبي على الدرجه الثانيه. وعلى فكره الكروم نفس الكلام برضه. الكروم لما بيجي بطوله الاتحاد، الكروم اول ما طلع بالفلند النبيتي بتاعته كان نبيل كمال الجون، وصالح محمود وكان النبراوي والعجمي وكان عادل راشد وكان اللهم صل على سيدنا والفلكي وكان حمام شعبان وكان عصام شعبان بتاعنا انضم لهم، واخد بالك. فجمهور الاتحاد كان يقول عاملينها ب 75 طيب نازلين. وكان فتحي حموده برضه كان اللي هو لاعب نادي الاتحاد لاتو اللي كانوا مسمينه ابو العيال، وكان دهب الكبير ودهب الصغير. احنا اتكلمنا عن اسكو، نتكلم عن البلاستيك. ما اتكلمناش عن اسكو لغايه دلوقتي. خلاص احنا ما اتكلمناش عن اسكو، احنا لعبنا اسكو كسبناهم 2-0 هنا بتوع الجانب برضه، وكان الاسكو مليان بالنجوم. كان برضه جوان اسكو كان جون اسمه السرجاني وجون اسمه عوض حنفي، كان الاثنين لعبوا في الشوط بدلهم. وبعد كده محمد انور ده من اسكندريه وكان نفسه يلعب في نادي الاتحاد. كان اسكو كان فيه ياسر محمدي، عطيه شحاته، حدث ولا حرج يعني. كان جمال موريس وجمال امين الله يرحمه، وكان حمدي نوح وياسر محمدي طبعا قلنا، واحمد ابو الحاب، وكان محمد عمر. ومحمد عمر ده ابو الحكم فهيم عمر، واخد بالك. وكان عندهم لعيب اسمه محمد عيد برضه. واسكو كان ليه جمهور بتوع شبرا الخيمه بالذات كان بيجي وراه، واخد بال حضرتك. وكان عثمان غزالي وكان رضا هاشم وكان محمد القرش وسمير سلام الله يرحمه. كل دي كانت نجوم يعني لعبت نادي الاتحاد، والاتحاد كسب 2-0. عايز تتكلم حضرتك على البلاستيك برضه كان فيه نجوم انا اتفرجت عليها كتير يعني بكون بيلعبوا الاتحاد. كان جون اسمه شوقي علي، وكان السويسي بتاعهم، وكان حمامه، وكان اللهم صل على سيدنا محمد برضه، وكان راس حربه، وكان سمير نوح بتاع العباري ده كان بيلعب باك يمين فيها، وكان الشربيني كان لاعب ده كان هايل. شفه كان مرسل علينا قوي. شفه ده اصلا ما كانش لعيب في البلاستيك. شفه ده اصلا من مصنع على البلاستيك، بس كان لعيب ضعيف يعني. لعيب لو في اعلام، حتى في الاعلام كان بيتهموه انه ليه ما راحش المنتخب. حتى محمود معروف كان مطلع عليه مقوله شهيره تليكس الى غير اسمك من شفه لشلدم مثلا. كان لعيب هايل. محمد عبد العظيم عليه رحمه الله يعني. على فكره اسكو جاب لعيبه كتير قوي اتالقت بره يعني، واخد بالك. جاب لعيبه كتير قوي. حارسهم كان عبد الشافي. لا ده عبد الشافي ده بعدين. عبد الشافي ابراهيم اللي اشتغل مدرب حراس مرمى عندنا. لكن البلاستيك كان الحارس بتاعه جون اسمه شوقي علي، واخد بالك. وجون تاني اسمه اللهم صل على سيدنا محمد، جون تاني. والطني ده كان بيتدرب، ده كان فلسطيني ما اتدربش معاهم.
وكان جون تاني اسمه رضا، واخد بالك، وجون تاني كان اسمه الله مش عارف اسمه ايه كده، اسمه ابراهيم خيال او ابراهيم حاجه زي كده يعني. انت كنت بتتفرج في اسكندريه بس مش من هواة السفر؟ مره واحده سافرت ماتش الاهلي والاتحاد اللي تعادلنا فيه 1-1، كنا الاعداديه، كنت كبرت ده وكانش بتخاف عليا يعني، رحت مع عمي. كان الخطيب جاب جون في ناصر ابراهيم والجارم قطع الشبكه بتاعت بتاع الشبكه ده الشهيد. قطع الشبكه، وكان خميس حسن وضيعنا جولين 3 ساعتها 4. كان خالد متولي قمه التألق بتاع خالد متولي، كان لسه جاي عندنا من الزمالك. ايوه. على فكره كنت بقى على انديه دمياط وغزل دمياط والمحل. لا حضرنا دمياط وكسبناها، ودمياط ما طولتش في الممتاز كتير، قعدت بعد كده غزل دمياط. كان دمياط لعبناها كسبناها 1-0. كان عندهم كان سيرت باك اسمه المدبولي، ورضا وجود اسمه عزت عبد الرازق، وكان عبد المنعم رضوان عبد المنعم بدران ربنا يديله، كان لعيب حريف قوي، الواد بيلعب في الاهلي وفي الزمالك. اللاعب ده كان زمانه له شأن تاني يعني. وكان عبد الحميد عبد الجواد مش الحفناوي، وكل دول راحوا غزل المات بعد كده. لما الشربيني دربهم راح معاهم كمان الزواوي. الشربيني راح غزل دمياط بقى. الشربيني راح درب دمياط، بقول لك الزواوي رفعت الزواوي بتاعنا. لا غزل دمياط بعد الربيع سينا بلعب عليه باك يمين. ربيع سينا كان جاي من الترسانه لما كفر الشيخ، هو دي مع خالد متولي. ايوه. وسبب مشان ناصر هريدي من نادي الاتحاد لما راح القروء. ناصر هريدي كان مرزع على الترسانه على حسن علي، جاب فيه 5 تجوان. ناصر خلي بالك، ناصر هريدي كان لعيب هايل. اللي افتكر ماتش الاتحاد في اسكندريه اللي تعادلنا 1-1، كان ناصر هريدي البابلي رفع الكوره، محي عثمان رفع الكوره والجارم سندها، البابلي سندها بدماغه، وكان ناصر هريدي جه من تحت، كان بيلبس رقم 7 حطها في ظهره وتنور في الشبكه، وتعادل عبد المحسن التونسي للترسانه. ساعتها كان بيضرب الترسانه الشاذلي، كان الترسانه فيها نجوم حدث ولا حرج. جوابه 2-1 لينا وماتش 3-2 لينا. ده ماتش 2-1 لينا في اسكندريه، وماتش 3-2 بتاع مصر القاهره اللي حسن علي بطل كوره فيه، بتاع عيد اللي هو بتاع علاء الحمولي شد حيلك يا ترسانه. بالي ترسانه شد حيلك يا ترسانه. ايوه. والاتحاد احتج، كان عيد احمد وناصر هريدي والجارب. طلعوا ساعتها حسن علي ونزلوا عبد المولى كشار اللي جه لعب عندنا بعد كده. كان جون بالفريق، كان جون ممتاز، بس مش نفس كفاءة حسن علي للأمانة. حسن علي كان حارس مرمى مثقف جدا، كان بيعرف الجانب بيشوط فين، خلي بالك. والترسانة كانت فيها لعيبة هايلة، ما تنساش يا شيخ محمد، كان فيها آدم وفيها أبو بكر عبد المقصود وكان فيها التونسي ومحسن إبراهيم، وكان فيها يحيى السيد باك شمال ومحسن إبراهيم، وكان عندهم برضو بتاع السيسة ودوابة، كان عندهم جمال حمزه راس حربه ممتازه، ومحمد سعيد لعب نادي الزمالك. وكان عندهم برضه باك يمين اسمه صلاح ابو الفتوح، كانوا جايبينه من مصنع 36 حريف اللي حط جون في المصري العالمي ده. نخش على المحله والسويس والقناه برضه. السويس بقى كان لها طعم تاني. اول حاجه السويس دوت هقول لك على موقف غريب قوي. كنا بنلعب السويس في اسكندريه هنا في سنه حاجه و81 تقريبا، وكان يا شيخ محمد السويس نزل لابس فانلة خضراء واحنا لابسنا ابيض. كان تكله، وكان عندهم جول اسمه الهوا غير الهوا بتاع الاولمبي، جول اسمه احمد الهوا. جول اسمه احمد الهوا، لو الذاكره تسع في الناس تصفر على جول اسمه احمد الهوا. وكان عندهم جمال عبد الناصر، واخد بالك راس حربه ممتاز حتى جولهم في الاهلي ده، وكان فهيم وتكله كان صديق بوبو الشخصي، وكان طارق زوز، واخد بال حضرتك، وكان سمكه كان لعيب برضه بينزل في الشوط الثاني. بس احنا كسبناهم، كنا حاسين على عليهم يعني. ايوه. وكسبناهم 1-0. المحله بقى لينا عندها مواقف يعني. اول حاجه المحله كان فيها لعيبه على مستوى عالي جدا على فكره يعني. بقى من طارق محجوب وحسام عبد الغني واحمد حسن، واخد بال حضرتك، وكان السيد عبد الجواد وحسن غربيه قبل منهم، وكان سكر برضه، وكان ابراهيم يوسف، واخد بالك، واحنا بقى وكان مرعي لسه مبطل كوره وطلع بداله المشائي، وكسبوها اعتبر بتاع الجارم، وكان البلعوطي، وكان عندهم البلعوطي دوت في ماتش المحله والاتحاد في اسكندريه 1-1 في 1-0 كسبناه، اللي هم كسبونا بجول مرعي في الدور الاول 1-0 في المحله. الدور الثاني احنا رحنا الماتش ده من الساعه 11 الصبح واحنا في الاستاد، فتحوا لنا الباب بدري، الجارم جاب جول عالمي في البلعوطي ساعتها. ايوه. كان عندهم سيرد باك شال المحله من هزيمه تقيله، كان اسمه سعيد عبد الجواد ساعتها.
خشت على الترميش الاسماعيليه برضه مبارياتنا كانت برضه ايه بقى. بص بقى هقول لك على حاجه، في حاجه هقولها لك للزمن. الجارم سبب ان خلى جمال مرسي ظهير ايمن الاسماعيلي يبطل كوره في ماتش الشاب 3-1. كان عندهم باك يمين اسمه جمال مرسي. ايوه كان لسه جايبين عليه الله يرحمه ده حارس مرمى منين، كانوا جايبينه احتياطي لابو ليله. الجرح ممكن من وش رجله الكره دخلت ضربت في العارضه ودخلت الجول ما شافهاش. ومحمد نور حط والوحي حط جول وكسبناهم 3-1. غير ماتش 3-1 فين في الاستاد خلي بالك، كسبناهم 3-1. كان عندهم لعيب اسمه ابو بكر غازي كان لعيب حكايه. بس الاستحاد فوق ساعتها شكلا موضوعا يعني. كان عندهم محمد الرومي لسه طالع جديد، لسه طالع، كان لعيب هايل برضه، كان الله يرحمه واحسن اليه. وكان عندهم باك شمال اسمه سلام علي، ده كان من اسكندريه خلي بالك، عبد المحسن عبد المسيح. وكانوا جايبين طلعت عويس من البلاستيك وطوط الباز واشرف صابر واخد بالك، وطارق زين ده واخد بالك انت، كان احتياطي كان لسه صغير. كان محمد حازم لسه ما طلعش، كان لسه محمد حازم ما دخلش الفرقه دي الله يرحمه. كان عماد سليمان ومحمد حازم لسه ما دخلوش واخد بال حضرتك. والمنصوره برضه لعبناها، كان المنصوره فرقه هايله قوي. كان ثروت فرج وسعد السيد ومحمد بدير ومحمد الهادي، وكان محمد البابلي، وكان الشال ومصطفى جاد وابراهيم قوان كان احتياطي السوحي. وكسبناهم 2-1 في اسكندريه، ومره ثانيه كسبونا في اسكندريه 2-1 في ملعب الشاب بقى. احنا طبعا الدوره الصيفيه لازم نتكلم عنها. لا طبعا الدوره الصيفيه دي كانت روح نادي الاتحاد، لدرجه النقاد ونجيب المستجوب كانوا يقول لك الاتحاد الصيفي. معظم الدورات الصيفيه اللي اتلعبت كل الاتحاد خد معظمها. المهم كسبنا الاسماعيلي بضربات الجزاء نصر وتألق، وكسبنا اللوب 1-0 بجول محمد نور، وكسبنا المقاولين 1-0 برضه بجول الاسماوي. والدوره الصيفيه دي كانت اظهرت نجوم كتير يعني، حتى كان في لعيب اسمه علاء عبد العال في نادي الزمالك، علاء عبد العال في نادي الزمالك، كانوا الزمالك جايبه من نادي المريخ بن مصر البورسعيدي. ايوه حتى في جول تعادلنا 2-2، علاء عبد العال جاب جولين ومحمد نور والاسماوي جابوا جول. ده في الدوره 84 ده. ايوه الله ينور عليك. لكن 83 خدناها بجول محمد نور وكسبنا الدوره الصيفيه، وكان احسن حارس مرمى خده العمراوي. كان فيها الاسماعيلي وكان فيها الكروب وكان فيها الاولمبي طبعا، وكانت المباراه الاضواء وكان لها طعم كده. كان لها طعم، كان بنيجي مخصوص. ومره الاولمبي كسبنا 1-0 وخد الدوره، وكان المرحوم عادل عبد المنصور حط الجول في نصر، وكان تألق غير عادي من الخوسكي اللي هو كان جول الاولمبي الثالث. ايوه وحتى البوري كان عمل موقف بايخ، الجمهور شاله فالجمهور لعيبه الاولمبي شالوه يعني، وراح بقى على الجمهور راح شتمينه ساعتها. فمحمد لطيف قال له اعلم ان الجمهور في اسكندريه هنا الاتحاد، شد حيلك يا اتحاد. للاسف المسؤولين في اسكندريه كانوا لطيف كان بيحب النادي وكان بيخش على طول يقعد في النادي. دي حقيقه، بس هو قال له الحقيقه الغالبيه هنا اسكندريه. حتى قال الكلام ده لابراهيم الجويني، لان ابراهيم الجويني كان مصمم ان الجمهور الاولمبي قال له كل الاحترام والتقدير للنادي الاولمبي وجماهيره، ونادي الاولمبي نادي اكاديمي وكل حاجه، لكن الغالبيه العظمى هنا نادي الاتحاد، الجماهير نادي الاتحاد. راح طبعا المرحوم ابراهيم الجويني دخل في سكه ثانيه ان الاولمبي يطلع لعيبه العاب قوه ولاعيبه مش عارف ايه واخد بالك وحمامه سباحه، فدخل في قصه ثانيه هرب من السؤال يعني. قالوا طبعا الاولمبي معروف هو على مستوى مصر، هو النادي الاولمبي، الابطال الاولمبيين كلهم من النادي الاولمبي. معروف طبعا. لكن بالنسبه للشعبيه وكره القدم هو نادي الاتحاد، رغم ما كان يضم ومع ذلك هو حقق الدوري والاتحاد ما حققش الدوري. هو الاولمبي كان فيه جيل عظيم بس احنا ما حضرناش طبعا. واخد بعد الاولمبي قبل كده برضه ايام مباراه الاتحاد كان فيه جيل عظيم برضه، كان حليم احسن حارس مرمى، وكان منتخب، وكان سكر الله يرحمه، وكان الهامي سردباك، وكان كيبر كان برضه منتخب، وكان حسن صابر واحمد قنص واحمد الهوى، وكان عندهم لعيب اسمه محمد صالح، شخصيه يعني تقدر تقول على بعد خطوتين من شحته الاسكندراني واخد بالك. كان لعيب عين هالي والكلام ده. وكان السويسري راس حربه برضه كان منتخب مصر، كان بيسموه خطيب اسكندريه. وكان عنده جناح خطير فاروق السيد مفيش كلام يعني، وكان محمد الكاس. وكان عندهم برضه لعيب تاني برضه كانوا جايبين اسمه رمضان جنيدي، بس ما طولش معاهم يعني. كان الاولمبي برضه ليه شنه ورنه، كان يخاف اي فرقه خلي بالك. كسب الزمالك كان حظه عالي على الزمالك خلي بالك. وكان عندهم احمد خليل. احنا دلوقتي اتكلمنا عن كل انديه مصر اللي انت عاصرتها وشفتها، وعايزين نتكلم عن المنتخب برضه. قول يا حبيبي. كان منتخب مصر فيه نجوم في الاتحاد. شوف اول نجم الجارم طبعا كان غير محظوظ مع المنتخب بالمره،
واول لعيب شفناه في المنتخب من نادي الاتحاد كاحنا اللي انا حضرته شفته يعني كان الكابتن محي عثمان في دوره الاولمبيه وكان في الجزائر في 78. كان بيلعب باك يمين وكان هو الشان ثابت حتى اشادوا بيه في النادي الاهلي وكانوا عايزينه النادي الاهلي. دي معلومه. كان النادي الاهلي كان في اشد الحاجه لباك يمين. كان في الوقت ده مفيش باك يمين في النادي الاهلي خلي بالك. كان احمد عبد الباقي بيخلص. ايوه كان احمد عبد الباقي بيلعب باك يمين بيخلص يعني ما كانوا عايزين باك يمين. كان احمد عبد الباقي لسه جاي من المنيا. كان محي عثمان نجم طبعا. وبعد محي عثمان الجارم كان بيروح بس الجارم كان حسب المزاج. كان ثلاثة جناح مصر في 3 جناح ايسر في مصر. كان الجارم وياسر محمدي ومسعد السقا. كان افضلهم الجارم. لكن الجانب كان عصبه وبتاع واخد بالك انت ازاي. لكن الجانب كان نجم طبعا. ما حضرتش الكابتن شحته في المنتخب للامانه. حضرت الكابتن بوبو. بعد كده اتخذ والجبلي بقى يتاخد على فترات ويرجع. بعد كده لغايه ما يعني فقت على مين؟ على محمد عمر. كان النجم الدولي الوحيد. عمر يا عمر الدلع يا عمر. طبعا عمر ابن نادي الاتحاد وكان عمر الفاكهه بتاعت شخصيه كبيره بالاحترام شخصيه مؤدبه محب النادي الجمهوري نادي الاتحاد. كان هو الفاكهه بتاعتنا. كنا بنلاقي النادي من نص الملعب لا يا عمر لا مالكش حق. كان عمر بالنسبه لنا عمر يا عمر الدلع يا عمر دي خطوات مفيش حد. افتكر له ماتش 1-0 بتاع المقاولين لما كسبناه هنا. عمل مباراه العمر. يمكن تسبب في يعني خلى فريق المقاولين يفكر 1000 مره في حته الباك يمين. بعد كده هم راحوا جابوا بقى علي شحاته من النادي الاهلي ساعتها. كان عندهم مدحت مصطفى كان بتاع عمر لعب عليه مباراه العمر يعني. محمد عمر. برضو شوية معلومات عن لعبتنا في التسعينات ده. بعد ما اتكلمنا على الثمانينات نتكلم على نجومنا في التسعينات ومع بعض الأندية التانية. شوف يعني احنا مثلا في التسعينات كان نجوم نادي الاتحاد مين؟ كان يبتدي الاتحاد يبتدي يجيب لعيبه من بره بقى. تمام؟ يعني احنا مثلا بعد محمد فتحي ما مشي في 90 برضه محمد فتحي مشي. ابتدى جبنا خالد مصطفى في تمام. جبنا جول اسمه خالد مصطفى وكان معاه عاطف برضه. وحسام عثمان كان طلع. وكان الاتحاد جاب لعيب اسمه احمد حموده كان من النادي الاهلي. واخد بالك انت ازاي؟ كان لعيب هايل برضه. وجبنا اشرف اصيل ومحمد احمد بتاع السويس. وجالنا لعيب انا مش ناسيه لغايه دلوقتي اسمه ايهاب بيتنا. كان لعيب عالمي والله. واخد بالك كان لعيب عالمي والله. لا لعيب المقاولين سابه مش عارف في اسكندريه. لعيب عالي جدا يعني. بس للاسف ما حطيش نتيجه كويسه مع الكابتن حسن شحاته. وكنا بنصارع الهروب ونجي اشرف عبد الحليم من سكر الحوامديه. واخد بالك. وكان ابتدى جمهور نادي الاتحاد ياخد بقى اللعيبه الجديد لغايه لما حال الفرقه تعادل الى نوعا ما مع كابتن مصر النحريري لما جبنا السيد الحداد شويه. وبعد كده حسن شحاته مسك بعد الكابتن مصر النحريري. بعد كده بقى ما نجحش اي مدرب بقى مع نادي الاتحاد غير بقى بوكير بقى. ايوه 94 بوكير بقى في 94 عمل شكل للفرقه. حتى بقول لك ايه كتب محمود معروف ايه في قال لك بوكير ظاهره تستحق الدراسه. بالمطاريد حصل على المركز الرابع. كان مين بقى؟ كان الاتحاد ما فيش حارس مرمى خلي بالك مش تبقى عارف يعني. لما مستوى حسام عثمان لسه متذبذب. وجاب احمد رجب من المحله. وجبنا جمال مساعد من النادي الاهلي. وجبنا لعيب تاني برضو كان جمال مساعد. وكان اللهم صل على سيدنا محمد. جمال وساري وايمن سالم. لا ساري كده بعديهم بقى. وايمن سالم الله يرحمه. وايمن سالم الله يرحمه. وجبنا لعيب بعديهم كان اسمه ايه برضو؟ كان اسمه الله يرحمه. كان لعيب برضو احمد فهمي بتاع المنصوره. وجبنا برضو لعيب برضو راح السكه الحديد وسابنا راح السكه الحديد صهاج. كان من النادي اللي كان من كفر الدوار اللي بيلعب منزع عند الكاس. كان اسمه رمضان مش عارف اسمه رمضان ايه كده. كان بيلعب كان جمال مساعد برضو كان لعيب عالي قوي يعني. ذكريات مع عم جابر البودي. جابر من عشاق الاتحاد السكندري في غرب اسكندريه في الاباري. وكلمنا عن لعيبه الاتحاد في السبعينات والثمانينات والتسعينات ولعيبه الانديه المنافسه ومنتخب مصر والدورات الصيفيه. طبعا ذكريات جميله لعم جابر والحديث شيق معاه. يعني نختم بقى بكلمه عن الجمهور. ذكرياتك مع جمهور الاتحاد. اعظم جمهور نادي الاتحاد لا جدال. لولا الجمهور محب وعاشق. وكان يسيب يومه عشان يجي الماتش بالذات. ويوم الماتش بالذات ده كان بيبقى يعيد متعه. الله يرحمه ريا والوحش. وكان طارق الناحيه الثانيه كان طارق الشيمي ده كان لعيب كان راجل من بحر بيحب نادي الاتحاد. لكن اما الاتحاد يكسب يحط جرافات خضراء كده كان في وش السنتر على طول. كل الانديه كانت تشيل بجمهور نادي الاتحاد. حتى الجويني ذات نفسه كان يقول لك الله يرحمه بقى يقول لك جمهور نادي الاتحاد جمهور حساس. يقول لك بنروح بالدم هنشجع الاتحاد. كان يقول
يمشوه على اللعيبه. احنا اول ما طلع خميس حسن دوت جمهور الاتحاد هو اللي صنعه. وكان طارق العشري برضه لو تفتكر بدايات طارق العشري يا استاذ محمد، كان اول شهور طارق العشري بسبب كوارش. كان رغم فرق الجسم بين الاثنين كان طارق العشري مرقب جمهور الاتحاد كان مسميه بندق. وبقسم كماته لعب على كوارش الله يرحمه، واجاد وحبس كوارش وقالوا طفل صغير يقضي على خطوط الكوارش. محمود معروف كتب كده. ولعب على السويسي ولعب على الخطيب ولعب على جمال عبد الحميد وشالوا قفلوا خالص. كان مساك بس للاسف ما خدش حظه في المنتخب، واخد بالك. ولعب على مصطفى عبده باك شمال لو تفتكر ماتش اسكندريه كان طلعوا على سيد عبد الغفار جنب محمد عمر، هو لعب باك شمال على مصطفى عبده وصل لخطورته برضه. كانت لعيبه الاتحاد لعيبه كان لها على فكره، كل لعيبه الانديه كان فيها نجوم، كل لعيبه الانديه كان فيها نجوم ونجوم، يعني ما فيش فرقه ما فيهاش نجوم وتستحق الانضمام للمنتخب. معاك جميل يا عم جابر. يعني ننسى نتكلم عن رؤساء النادي برضه في عجاله كده قبل ما نختم. طبعا لا غبار عن البصمه المتوهجه نمبر 1 ما فيش كلام، المرحوم محمود القاضي ما فيش كلام، قائد وهايب ومن وضع هيبه نادي الاتحاد في الوزاره وفي مجلس الشعب. هو كابتن، هو الدكتور محمود القاضي كان معروف في اللبان يعني، وكان اعضاء مجلس الشعب حبوا نادي الاتحاد من اجل محمود القاضي، منهم الاستاذ كمال احمد، ما اعرفش كان عايش ولا ميت بقى، وعبد الله علي حسن الله يرحمه. الاستاذ عبد الله علي حسن دوت راجل كان ما تقدرش تقول مشجع، ما تقدرش تقول رئيس نادي، تقدر تقول مشجع وعاشق من الدرجه الثانيه لنادي الاتحاد. كان راجل من بلد، هو اصلا بلدياتنا يعني، هو من اسوان من مركز ادفو من بلد اسمها الجمعويه. كان ليه مكتب ورا قصاد سينما ريكس، ورا قدام سينما ريكس كده، في على فكره شخصيه عامه جدا. وكان كمان اسمه ده كان حسن مبارك جربنا في اسكندريه شفناه، وكان بيحضر مباراه الدوره الصفريه على كان ينجحها نجاح كبير قوي. حتى السيد متولى الله يرحمه كان عايز يعمل دوره صفريه بورسعيد، قال لك عبد الله على حسب مش هيعملها، لان الرؤساء هيكرموا اسكندريه مش هيكرمونا احنا. وبما انه كان محب بعد كده كمان اقتنع، والسيد متولى عمل عندنا هنا دوره صفريه بيلعب معانا هنا يعني. لكن عبد الله على الحسن كان بيصرف على من جيبه نادي الاتحاد، كان يقول لك اهم حاجه ان جمهور الاتحاد يبقى سعيد، وقال لك اديني امكانيات الاهلي والزمالك وناخد الدوري. كان في برنامج اسمه هات وخد في الكره والملاعب، جابوه مره واستضافوه مره واثنين وثلاثه، وكان شخصيه يحظى احترام الاخرين. عبد الله صالح الوحش، محمد حسن حلمي، كانت شخصيه لها وزن، ليها بصمه، ليها هيبه. عبد الله الحسن شخصيه بصرف كمان نظر ان هو كان راجل قضاء يعني، واخد بالك، راجل ينتمي الى منظومه القضاء يعني، وكان محامي طبعا شهير وقدير ما فيش كلام يعني. القضاء الواقف يعني، قصدي هنا كان هو مسؤول، لا هو كان من منصبه مثلث القضاء الواقف يعني. فاهم. طبعا الناس دي كلها اساطير نادي الاتحاد، سواء لاعبين او مدربين او اداريين او رؤساء النادي، كلهم يعني مشار لهم بالبنان، وخاصه الجماهير. ودكتور كمال شلبي، وطبعا ما ننساش فتره برضه كده استاذ عفت السادات برضه جه وحب يعمل طفره في نادي الاتحاد. وبرضه احنا اتكلمنا هنا على القرن العشرين، يعني خد السبعينات والثمانينات والتسعينات، ده ممكن بقى نعمله لقاء تاني وجزء تاني مع القرن ال21. وعم جابر لبودي مشجع الاتحاد السكندري الشهير في حي غرب، نشكر عم جابر ونقول له يعني شكرا على المعلومات الجميله ديت، وكل سنه وانت بخير، وكل سنه وانت طيب يا عم جابر.